السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عنوان هذا البث كما علمتم السي حميد المهداوي مدعو للتعلم. تحية لكم أيها الأفاضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسير على الله، لا إله إلا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله يكبرك. تحية لكم جميعا أيضا. الأخ العزيز المغرب الأقصى، كأنني لم أفهم. الله يكبر بك حتى أنت، الله يكثر من أمثالك. للأسف كتطلع بسرعة. وعليكم السلام ورحمة الله جميعا. قال لي علاش قلت ليه ما تجبدش الماضي أنا كنجبدو. الماضي أخي أنا كنجبدو بالوثائق، وكنجبدو وكنصححو وأعلن عنه. ليس خفيا عليه هو. الله يكبر بكم. شكرا لكم جميعا، وأنتم أصحاب الفضل. الله يكبر بكم. وقد قيل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل. هي لكم جميعا، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. طبعا عندما أدعو السي حميد المهداوي إلى التعلم، فإن شاء الله سأقدم الليلة درسا بكامل الوضوح في موضوع التكفير وشروطه وأركانه وإلى آخره. أن اليوم ولا غير تهدر يقول من أعطاك الحق لتكفر؟ هو أصلا لا يعلم ما معنى التكفير، ما معنى كفر، لا يعرف. ولكن هنا إن شاء الله إذن أفاضل، نبدأ ونجدد الصلاة على النبي بأبيه وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونترحم على الذين سقطوا في ساحة الشرف من المسلمين، خصوصا في فلسطين المحتلة، والذين سقطوا من برصاص الصهاينة أعداء الله عز وجل. ولا يخلو أيضا أن مسلمين كثرا سقطوا في جنوب لبنان بيد الآلة الصهيونية الغاشمة. طيب، الذين تتبعوا خرجة حميد المهداوي الأخيرة ذكر بأن الدكتور الخالدي، حمزة الخالدي، كان لبقا، وأن الفزازي يعني دخله أو كان فيه الشر. أنا أحب أن أذكر السي المهداوي من بدأ. سؤال مهم جدا، من بدأ؟ ولا أريد أن أرجع إلى ما تفوهت به وصرحت به أثناء حراك الريف، أو ما يسمى بحراك الريف الحسيمة وفي غير الحسيمة. لن أذكرك بالسوء الذي لحقني منك، تصريحات أحيانا علنية وأخرى مع ناس في مجالس، وسربت تلك الإساءة، سربت ووصلت السي حميد المهداوي، وصلت. لكن شخصيا لم أحب أن أتعامل معها، لأن لست باحثا عن السوء، لست منقي ولا مفتشا عن الشر أبدا. ولا سيما وأن الأجواء كانت مشحونة، وكان هناك ما تعلمه أنت ويعلمه الناس. إذن هنا سؤال بدهي نقي. سي حميد المهداوي من بدأ؟
أنا تحدثت مع نصر اللات ونقول له نصر اللات ولا نصر الله ولا المجاهد ولا عدو الله، حريتي. أنت إيه؟ أنت مالك؟ شنو كواك؟ من الذي أوجعك؟ ثم بعد ذلك تهجمت علينا أنا والخلدي والشيخ، أنا والشيخ الخلدي والشيخ هاري بالاسم، بكلام غير محترم. إذن أعيد لك السؤال مرة أخرى، سيد المهدوي، من بدأ؟ من بدأ؟ أنت، والله الذي لا رب سواه، أنت البادئ. زد على ذلك أن في ردي عليك أكيد كانت بعض الكلمات القاسية، وأنا سأقول لك لماذا. لأن ما وجدته أنت الشر، ما وجدته سوءا، إنما هو كانت ردة فعل على ما قلته من شر. أنا أنبهك الآن، تظن أنت تلقي بالكلام على ثم تمضي. عندما تقول من يضمن لنا أنك لن تعود للتكفير؟ كنت تكفر واعترفت وقلت تكفر الملوك والحكام والوزراء والعلماء والبشوات والمؤسسات والأحزاب. أنت قلت كنت تكفر باعترافك أنت. واحتدبرك ولا الكسير المهدوي؟ نعم كنت أكفر جميع مؤسسات الدول اللي على وجه الأرض من طنجة إلى جاكرتا. يا أخي كنت مخطئا، يا أخي أضللت القول، ضللت الطريق، ضللت الهدف، أخطأت وأصلحت خطئي وتبت إلى الله من تكفير المسلمين. ما الذي يضرك؟ هل تكفيري قبل التوبة أم توبة التكفير؟ هذه زوينة هذه. الهدوي، ما الذي يضرك؟ هل تكفيري قبل توبتي أم توبتي بعد تكفيري لمن كفرته؟ ما الذي يضرك؟ ثم تبحث عن تأتي. أنا قلت لك أمس أجي عندي نعطيك الفيديوهات، اللي على بالك، الديمقراطية ذلك الصنم والطواغيت إلى آخره، يا خيل الله اركبي. أجي نعطيهم لك، وأنا قلت لك أمس أنت في دولة اسمها المغرب، لها مؤسسات لها أمير المؤمنين من أذكى ما خلق الله. كيعرفش كيف الدولة المغربية السي المهداوي كتعرفش كدير بلا ما تحرشها عليه وتقول له ما لي أنك ما غاديش تكفر. هنا شممت الشر في كلماتك. هنا جاءت ردة فعلي. ومن يضمن لنا أنك لن تدخل الدبابة؟ هذا غير الهضرة، ما تدخل شي، لا أنت ولا غيرك. أقيد ما تدخلوهاش، شتي أقيد لن تستطيع أنت ولا غيرك. هذه راه المغرب السي المهداوي، شتي رجال الأمن المغرب والجمارك المغرب باقي انت اللي راه عاد نازل من الطياره ولا عاد نازل من الباقي، عارفين لك شنو في جيبك؟ الدبابه اللي غتدخل. لكني من باب ان الجمك، من باب ان اضعك امام حقيقه تصريحاتك. ومن يضمن لنا انك لن تكفر؟ والله لا ضمان. انت قلت لا تؤمن بالله ساقول لك انت كافر. اذا قلت لي لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ساقول لك انت كافر. إذا قلت لي أنت على دين حسن سأقول لك أنت كافر. إذا قلت لي الصحابة كفار سأكفرك. إذا قلت عائشة أم المؤمنين زانية سأكفرك. إذا قلت القرآن محرف سأكفرك. على حسابك التكفير مشى. التكفير كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية من مسائل الأسماء والأحكام.
وأنا قلت لك أمس أو أول أمس وغيرك، أهل السنة والجماعة لا يكفرون العصاة من المسلمين ما فعلوا ما لم يستحلوا، ما لم يستحلوا. وقلت لك الزاني ليس كافرا، والسكير ليس كافرا، والقاتل ليس كافرا، والسارق ليس كافرا، بائع المخدرات ليس كافرا، وعاق الوين ليس كافرا، والغشاش والى اخره. كل هؤلاء عصاة مذنبون ليسوا كفارا. لكن إذا قلت لي لا أؤمن بالسنة تكون كافرا، إذا قلت لي القرآن محرف تكون كافرا. بعبارات أخرى مختصرة، إذا قلت لي أنت على دين حسنات تكون كافرا. وهذه فتوى المؤسسة الدينية المغربية، وللمرة الألف الحسن الثاني عليها مات المتتالية إلى يوم الدين وطيب الله ثراه قرأ فتوى العلماء في تكفير الخميني، رئيس وقائد وأستاذ معلم وشيخ حسن نصر الله. الحسن الثاني رحمه الله قرأ الفتوى على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزيون بأنه كافر، وذكر وحده، وهي أن الآئمة الاثنى عشر أقرب إلى الله من الأنبياء والرسل. أنت السلم هداوي لو كنت تقول لي دابا الآئمة الاثنى عشر ولا غير واحد منهم أقرب إلى الله من الأنبياء والرسل، والله تكون كافرا بالله. ولا أنا جاوبتك على ومن يضمن، لأن القضية ديال التكفير علم، التكفير علم ولا يحل ولا يجوز. نعطيك درس في معنى التكفير. طيب لا تنسى هذا السؤال: من بدأ؟ من أعطاك الحق في أن تذكر اسمي وأن تنتقدني باسمي وأن تذكرني بإهانة واحتقار؟ من أعطاك الإذن؟ يا ليتك جئت بأفكاري، لا تقصرش، تأخذ قولة من قول وتفندها وتعريها وتشنع من أمرها، لا تقصرش. صح تجيبني بالاسم يا زريبة ولا عمارة بدون بواب. الله عز وجل يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. مش بالك؟ أعيد لك السؤال: من بدأ؟ البادئ الله. هذا أولا. إذن ثانيا، قلت بأن في زازي وغيره هجموا عليك. أبدا، هذا كذب، هذا كذبون. لم نهجم عليك، ما سبيناك، ما ضربناك، ما تعرضنا لك في الطريق، ما قلنا لك الله ينعل والديك، ما في شرفك ولا في عرض أهلك وأولادك، الله يصلحهم ويصلح أولاد المسلمين، ولا والديك متعك الله برضاهما. أبدا، احنا لا نتهجم عليك، ولا يجوز لأي أحد أن يتهجم عليك. لماذا أتهجم عليك؟ لماذا أتهجم عليك؟ إن كان هناك من تهجم ما تسميه تهجما هو تهجم، ما تسميه تهجما هو تهجم على أفكارك، على معلوماتك الكاذبة الخاطئة، على تقدمه من معلومات فاسدة، على ما تقدمه من فتاوي بغير إفتاء من غير مفتي. فلا أنت مفتي، ولا ما تقدمه فتوى، ولا ما تقدمه له صلة بالعلم الشرعي أصلا. نحن نتهجم على، أو قل هذه لفظتك، نحن نرد على أفكارك الفاسدة. سلم هداوي، أفكارك فاسدة، أفكارك خاطئة، ومصيبتك أنك دخلت إلى حقل ليس لك، ليس لك. دخلت إلى عالم لا تملك منه شيئا، ولا تعرف دهاليه ولا متاهاته، لا تعرف شيئا ودخلت فيه. لماذا دخلت في الفقه الإسلامي؟ لماذا تتحدث بمصطلحات شرعية أنت لا تحسنها، لا تعرفها؟ كلمة شيء مصطلح شرعي، شدك ليه؟ أشدك؟
كلمة الشيعة أنت لا تعرف الشيعة ولا أنواع الشيعة ولا طوائف الشيعة ولا عقائد الشيعة ولا تاريخ الشيعة ولا هم وأي نوع هؤلاء الذين يحكمون طهران ولا عن أي نوع كان يعتقده حسن نصر الله، أنت لا تعرف. ولذا لماذا دخلت فيما لا تعرف؟ هذه هي المشكلة عندك السي. منين جاتك هذه المصائب؟ لماذا نزلت عليك هذه المصائب؟ نزلت عليك، دخلت في عالم مجهول عندك. فانظر الآن من الذين يردون عليك ولا يسبونك. بالمناسبة لا أحد يسبك. من الذي يرد عليك؟ عليك العلماء والفقهاء والدكاترة والشيوخ، بمعنى أنك تواجه أهل الله. فإذا شي واحد من هادو من أهل الله، من أولياء الله، السي المهداوي مثلا النهاري ولا الشيخ الخالدي ولا أي أحد، وهناك الآلاف ممن مما تقول، ثم تطعن فيهم. أما علمت بالحديث القدسي من عادي وليا فقد آذنته بالحرب؟ أما علمت بقول من قال إن لحوم العلماء مسمومة؟ وأنا لا أقول بهذا، أنا أقول لحوم المسلمين مسمومة. أي لحم، أي مسلم. أنت معتدي يا أخي، أنت ظالم، أنت ظالم، أنت ظالم، أنت ظالم لأنك بدأت. أنت ظالم لنفسك أولا وآخرا. والله لن تضرني في شيء، لا أنا ولا النهاري ولا آخره. وبالمناسبة ليست علاقة مع الشيخ النهاري ولا مع الشيخ الخلدي، ولا عمرني تلاقيته ولا عمرني. ما زال مرة حضرت درسا للشيخ النهاري مرة واحدة، الأستاذ الخلدي، ولا مرة تكلمت معه ولا شفته ولا تلاقيته وليس بيني وبينه أي اتصال، لا مرة. مش ما تقول أودير الناس دايرين حلف، لكن أنا أنصحك، أنت في مواجهة العلماء، لا أقصد نفسي، أنا خرجت، في مواجهة الفقهاء، أنت في مواجهة أهل القرآن. ويخسر عليك شي واحد شي 2 ركعات في جوف الليل لأنك ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة. على نفسك. سي حميد المهداوي، مشفق أنا عليك، ألا تخشى على نفسك؟ ألا تخشى على نفسك من أحد الشيوخ وأحد العلماء ويقيم الليل ويدعو عليك لأنك ظالم؟ اتق الله، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب. والله لن ينفعك أتباعك ولا مريد ولا عدد المشاهدات ولا عدد اللايكات، والله لن ينفعك إلا ما تقول وما تفعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأنت في المجال الذي نتحدث تغرق في الشر، وتغرق، لا أقول في الخطأ، تغرق في الخطيئة، ومصر على الخطأ والخطيئة، ومتعنت على مواصلة الخطأ. وهذه خطيئة مركبة للأسف الشديد، للأسف الشديد. إذن الهجوم الذي تسميه ليس عليك، ليس بيني وبينك شيء، ما بيني وبينك لا تجارة ولا منافسة على حزب سياسي ولا على أصوات ولا على نهائي، ليس بيني وبينك شيء. لولا ذكرتني باسمي بالسوء في سياق السوء، دفاعا عن أهل الباطل ودفاعا عن المشركين، ضدا على وحدة التراب، ضدا على البشر الذين قتل هذا حسن نصر اللات والعزى، وضدا على عقائده الفاسدة. فإذا مطلوب منك أن ترجع. هذا هو الصواب. قبل أن يودي الموت مطلوب منك أن ترجع. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ارجع يا أخي، ارجع يا أخي، ارجع إلى الحق. الرجوع إلى الحق حق، تمادي في الباطل باطل، لن ينفعك. ارجع يا أخي، بالله عليك ارجع.
بالله عليك، إكراما لنفسك ولأهلك وعيالك ارجع، كن ظالما لنفسك. طيب، لماذا النقاش بيني وبينك معاكس؟ لماذا أنا في اتجاه وأنت في الاتجاه العكس؟ لماذا أنا وأنت لا نتوافق؟ لماذا؟ تدري لماذا؟ لأن مرجعيتي تختلف عن مرجعيتك بكل بساطة. أنا مرجعيتي القرآن والسنة، وأنت مرجعيتك ياش؟ القوانين، الحقوق الدولية، المواثيق، الصحافة إلى آخره. فإذا بيني وبينك سنوات ضوئية من الفوارق، لذلك قولي يختلف عن قولك، ورأيي يختلف عن رأيك، وتوجهي يختلف عن توجهك، مدرستي تختلف عن مدرستك. فلو أنا وأنت الآن أمام المشاهدين اتفقنا أن اختلفنا كما قال الله، كما قال أنت مسلم، الله عز وجل قال: وما اختلفتم فيه شيء فحكمه إلى الله وليس إلى حقوق الإنسان. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هل تقبل بحكم الله السي المهدوي؟ هل تقبل بحكم الله؟ واختر أنت من تشاء ليحكم بيننا، أنت اختار. الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء، أنا وأنت تنازعنا في أشياء، إذا كانت مرجعيتي القرآن وهي كذلك بفضل الله، إذا كانت مرجعيتك القرآن، يعني القرآن اللي هو مرجعيتي هو القرآن اللي هو مرجعيتك، وأنت مطالبان بالرجوع، قد تنازعنا، مطالبان بالرجوع إلى القرآن والسنة، إلى الدين. أنت مسلم أو لا؟ أنا أعتقد مسلم. إذن ربنا يقول، ربنا مش الوهابيين السلفيين موالين اللحية، لا، ربنا: فإن تنازع شيء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لمن السي المهداوي؟ لي ولك، أنا وأنت مؤمنان، والذين يستمعون مؤمنون، والخطاب للمؤمنين الذين قضوا والمؤمنين الذين هم الآن على هذه الأرض يعيشون، وللمؤمنين الذين سيأتون إلى قيام الساعة. الخطاب لهم: يا أيها الذين آمنوا. ادخل معنا السي المهداوي، أصغي، أعطيه ودنك، أرعيها سمك. عبد الله بن شكون؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل قال: إذا سمعت في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك، فإما خير به أو شر ينهى عنه الله. صافي، غير تسمع في القرآن يا أيها الذين آمنوا، بعد منها يا خير يأمر الله به، يا شر ينهى الله عنه. يلا تعالى السي المهداوي، السي المهداوي تعالى. يا أيها الذين آمنوا، الله، طاعة الله. الله عز وجل أنزل كتابا يتلى فيه الحلال والحرام والعقيدة والإيمان، وفيه العقاب والعذاب، وفيه توجيه، وفيه بناء الأسرة وبناء المجتمع، فيه إذا نجي نطيعوا الله أنا وياك، وأطيعوا الرسول. ما تقوليش لا أنا ما عنديش مفهوم ديني، أنا عندي مفهوم آخر صحفي، والصحفي راه ما دخل لا أطيعوا الله ولا أطيعوا الرسول الأمر منكم البتة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كتاب السنة. أنت لما تقول لي يا السي محمد الفزي قلت والله عز وجل يقول، سأقول لك سمعنا وأطعنا تبت إلى الله، انتهى الموضوع. طبعا إذا استدللت بالآية في موضعها، مثلا لما كتقول لي ولا تنابزوا بالألقاب، خطاب المؤمنين. السي المهداوي
حسن نصر يعني هذا تنابز بالألقاب. هو القرآن الكريم يقول زعما الفقهاء ما فاهمين أو حتى إلا فاهمين ما كيطبقوا والو. اسمع السي المهداوي، هاد الآية ديال ولا تنابزوا بالألقاب، أنت ربما شميتي الريحة دايزة هكذا وصافي. هاد الآية أصلا نزلت للمؤمنين، خاطب الله بها المؤمنين، خاطب الله بها المؤمنين، فقال تعالى من سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، يعني واحد مؤمن لكن واحد عدو الله، عدو الله واتخذ لنفسه اسما عظيما: نصر الله، حزب الله. لما يقول لك أنا حزب الله، لأن في القرآن الكريم ألا إن حزب الله هم الغالبون، وفي الآية الأخرى ألا إن حزب الله هم المفلحون. شوف القضية فين مشي السي المهداوي، فهمت كيفاش؟ هذا الضحك على الدقون، هذا تمريغة حزب الله. إذا الأحزاب الأخرى كلها أحزاب الكفر والشياطين. ألا إن حزب الله هم الغالبون. عشتي كيفاش دايره القضية؟ إذا المؤمنين واحد من أعداء الدين وأعداء الإنسانية وقتال مجرم وعقيدة المشركين ثم يريد تقسيم وطني نصر الله، هذا دار العكس، هذا تنابز الألقاب، هذا زور اللقب. من حزب الشيطان داروا حزب الله، نصر الشيطان داروا نصر الله. فلا بد لأمثالي أن يصححوا الأمور، إذا نرجعوا للآية: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر الفعل أطيعوا مرتين ليفيد على الاستقلالية، أي أطيعوا الله استقلالا بدون مناقشة، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم استقلالا بدون مناقشة، ولم يكرر وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأولي الأمر منكم، لنفهم أن طاعة أولي الأمر بالتبعية، أي أطيعوهم ما أطاعوا الله ورسوله فيكم. وفيما رواه مسلم في صحيحه: إنما الطاعة في المعروف. الأثر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن هم الأمر؟ من هم أولو الأمر؟ الأمراء والعلماء. وصدق من قال هم العلماء. علاش؟ في الأمراء أن يكونوا علماء، الأمراء راهم علماء. أنت في مواجهة أولي الأمر يا سي المهداوي، أنت في مواجهة أولي الأمر، وأولو الأمر كفروا الخميني، أنت في مواجهتهم، أنت في معارضتهم، ثم أنت لا تطيع الله عز وجل عندك وأولي الأمر منكم. ما معنى منكم؟ يا أيها الذين آمنوا، عقل عليها، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أيها المؤمنون، منكم يا أيها الذين آمنوا، وأولي الأمر منكم أيها المؤمنون، لأن الخطاب لمن؟ يا أيها الذين آمنوا. طيب، فإن تنازعت في شيء، أنا مؤمن وأنت مؤمن، أنا أؤمن بالقرآن وأنت تؤمن بالقرآن، أنا أؤمن بالسنة وأنت تؤمن بالسنة، أو ما عندنا ما نقولوا جوج بينا، ولكن تنازعنا. فإن ربي يقول فإن تنازعتم في شيء السي المهداوي أنكروا النكرات. كتعرف كاين الأسماء اللي هي نكرة غير معرفة، أنكر النكرة هي كلمة شيء. فإن تنازعتم في شيء بمعنى في أي شيء ولو كان صغيرا جدا فردوه. كيفاش فردوه؟ يعني ابحثوا له عن الحل وعن التوجيه وعن الصواب والتصويب، ابحثوا له عن الهدى والهداية والهدي، فردوه إلى الله والرسول.
قال لك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال الآن فردوه إلى الله والرسول، يعني دائما فردوه إلى الكتاب والسنة. لكن من يردوه؟ فردوه إلى القرآن والسنة، فردوه إلى الله والرسول. من يردوه؟ واحد كيسني ما كيعرفش الحروف، هذا يرده؟ واحد بحالك السي المهداوي، بحالك يسألك الدكتور مصطفى بن حمزة، تحية له خالصة من هذا المنبر، يسألك عن من نزل القرآن على من نزل؟ فتقول له نزل على المشركين. شنو هذا الشيء يا السي المهداوي؟ كيفاش القرآن نزل على المشركين؟ يا أخي الطفل عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين، إلا سولته يقول لك نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفاش تقول القرآن نزل على المشركين؟ فهل الذي يقول القرآن نزل على المشركين هل هو يرد النزاع إلى الله ورسوله؟ لا يرد. أنت لا تستطيع أن ترد النزاع إلى الله ورسوله، لا تستطيع. لذلك رأفة بك، رحمة بك، لا تواجه العلماء والفقهاء، تواجههم فيما تجهل يا أخي، تواجههم فيما لا تعلم. علاش دخلتي راسك في الضيق؟ يعني ضروري تدخل راسك في الضيق سي المهداوي، ضروري تدخل راسك، ضروري تولي أضحوك عند طلبة العلم وعند التلاميذ وعند، ضروري، ماشي ضروري. والله أنا كداعية إلى الله عز وجل لا أرضى لك هذا. ولذلك أنا الآن ناصح أمين لك، لك ناصح أمين، أنا لك ناصح أمين. والله أنصحك من كل قلبي، أقول لك اتق الله. فعقل أنت لا تستطيع أن ترده، وإذا نشوف شي واحد اللي يردو معاه شي كويز القهوة يقول له دير القضية فيها وفيها، الله يجازيك بخير، وريني الأمور كيفاش داير، قنعني الله يرحم الوالدين، راني شوية طيب. أملي من هذا النقاش أمام الملأ أن تصلح نفسك. أملي من هذا النقاش أن لا تأخذك العزة بالإثم. إياك أن تأخذك العزة بالإثم. السي المهداوي راه اليوم الدنيا وغدا الآخرة. اليوم الدنيا وغدا الآخرة يا أخي. لا تأخذ العزة بالإثم. لا تتحدث فيما لا تحسن. خلي عليك الإسلامي، خلي عليك الأحكام الشرعية، خلي عليك المصطلحات العلمية الشرعية، لا شأن لك بها. عاش من عرف قدره. اتق الله في نفسك. خبيرات من هنا وكتدور النعورة في اليوتيوب وهذا، الله يعاون، الله يجيب تيسير. غير كان كون صادقا ديك الخبيرات اللي وما تجرحش الناس بديك التحليلات ديالك وكذا، ما ديرش فيها بطل، ما ديرش فيها. قلتها لك وكنقولها لك، النهار اللي كيجي الفاس في الراس والله ما ينفعوك صحاب اللايكات. وراك جربت، كنت في يوم من الأيام تعتقد أن الشعب المغربي من طنجة القويرة معك، وعندما دخلت للسجن الناس مشاو يصيفوا في البحر الحسيمة والناظور وفي مرتيل وفي ودلاو وميرلافت وأوغلو وإمسوان والجديدة والمحمدية والدار البيضاء، مشاو الناس يصيفوا، وبالجبل الإفران والإمزار والضايات، ودوزوا العطل ديالهم داك الشيء الرفيع. وأنت عليك الشيطان، ظننت أنك ما شاء الله عندك ماهير ستحول دون معاقبتك على تصريحاتك وعلى أفعالك. ولذلك لا تعيد الكرة. راه والله ما يعقل عليك شي واحد أسي، والله عرفت المتضرر الأول والآخر هو أنت، والزوجة ديالك المصونة ووليداتك والوالدين ديالك إلا كانوا حيين. قلتها لك زمان ونقولها لك الآن، لا تنطح الصخر. ما كانت الجبهة ديالك صحيحة راه الصخر أقوى. لا تنطح الصخر. نصيحة لله عز وجل. ثم بعد ذلك أنت تنطحه بالباطل.
تنطحه بالباطل. يؤسفني أن أقول لك الصخر عنده الحق. هذاك الصخر اللي أنت كتنطحه راه عنده الحق، راه هو اللي على الحق. هو بلادنا نحتاج إلى تماسك، إلى أمن مجتمعي، إلى سلم قومي. ما يمكنلكش أبدا تقول في واحد شرعا لا يجوز، بعد شرعا لا يجوز، ثم سياسيا راه الإنسان يحشم. واحد كيدرب البوليزاريو باش يقتل لنا ولادنا في الصحراء ومنا بلادنا، وانت كتقول له شهيد. اش قال؟ عاش أصيلا ومات أصيلا. الله يا ودي. واحترم يا أخي المغاربة، احترم الشعب المغربي، احترم الدولة المغربية، احترم الرأي المغربي العام. المغرب راه كينفق الدم ديالو في الوحدة الوطنية، ومستعد ينفق ولادو الأرواح. كلنا مستعد في سبيل للموت في سبيل الله عرضنا. وتجي انت تقول ذاك العدو الذي يريد تقسيمنا تقول له شهيد عاش أصيلا ومات أصيلا. أخي حشم شوية. ماشي عيب إذا قلت لك استحي. إذن سياسيا أنت على خطأ، إنسانيا أنت على خطأ، دينيا أنت على خطأ. اجتمعوا فيك ثلاثة السي المهدوي، ثلاثة. هل إذا قلت كذلك معناه أننا مع الصهاينة؟ الحرق جدد تواصل الصهاينة، لعنة الله على الصهاينة حيثما حلوا ارتحلوا. هذا لا يعني هذا، هذا لا يعني هذا يا هذا. وشتي كيفاش القضية؟ هذا هو الخلاف بيننا. ما كان عايرك لا على طولتك ولا قصير، ولا عندك كرة ولا خنافرك قصارين ولا عينك عاليين ولا لك رجل ولا لا 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 أبدا أبدا أبدا. لا تكررها تقول كيهجموا عليا أبدا، ولا نرضى لأحد أن يتهجم عليك أبدا. إنما أولا أنت البادئ فأنت الأظلم، ثم معلومات تضر بديننا وتضر بشعبنا وتضر بمجتمعنا وتضر بأمننا القومي وتضر بوحدتنا الربية. أفكارك تضر بوحدتنا. وما بقيتش غير أنت، لأن هذا الموت ديال هذا حسن نصر الله أسقط القناع عن كثير من كنا منهم بعضهم السي المهداوي أحدهم كان صديقي. حتى البارحة تخرج سقط القناع وظهر بوجهه الحقيقي. صديق عرفتي، كلينا مرة وشربنا مرة وذكرنا وهودنا ونشطنا وضحكنا وعاودنا النكات. والبارح سقط عنه القناع وخرج من جحره، ما صبرش. أيام التقية. لكن بموت حسن نصر الله صافي ما بقى يقشع والو، ونزل علينا بالقول البذيء. وإذا أردت أن تعرف من هو فادخل صفحتي على الفيسبوك تجد فيها مقالتين اثنتين ردا على هذا الذي كان بالأمس يتودد إليه. ونشرت تينتيه، وانظر إلى حجم الإساءة. يسيء إلى صديق ليس بيني وبينه إلا الكلام الطيب والخير. شوف هاد الناس كيفاش سقط القناع، ما بقى يعقل لا على فزازي ولا على النهاري ولا على خالدي ولا حتى على شي واحد. صافي حسن نصر الله هو حسن نصر الله، حزب الله هو حزب الله، الشيعة هي الشيعة. واخي اللي بغى يكون شيعي يمشي لعندهم. سيروا اخوتي، سيروا الله يرحم الوالدين، سيروا. ياك من هنايا لتركيا ما كاينش الفيزا، سيروا لتركيا وانت صافي، وانت في ايران، وانت في العراق، هبط لسوريا، مشي لعند بشار ودخل لنا. يلا يا اخي ماذا تنتظروا؟ عييت والله العظيم إلا عييت. عندي جوج نقطات، ولكن النقطة الثانية فيها طويل جدا. إذن نرجئه إلى غد إن شاء الله لنتحدث تكفير. هاد الله إلا الله اللي داير على هذا الكلام ديال التكفير الكافر، يعني سنتحدث فيه بلغة العلم وبلغة الشرع وبالفقه الإسلامي الذي يتلألأ.
والذي لا يزيغ عنه إلا هالك. لكن الآن أمل أن تكون هذه السجالات بيني وبين السي حميد المهدوي، أملي أن ترتقي، يطلع النيفو شوية، أن ترتقي بالأخلاق، وأن ترتقي بالكلام طيب، بالكلام غير جارح، ولكن ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤول، كان عنه مسؤولا. أنت لما كتحنزز وتحمر عينك وتخرج وترعد وتبدا تقول باطل، أنت تؤذي نفسك قبل غيرك. فأنت خلاص لست محاورا لا الفوق ولا التحت، لا برقي ولا بانخفاض، لا تخبط. أنت تخبط خرط عشوائي يا ربي وتجي فيه. لا، ليس هكذا، ليس هكذا. هذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلى الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.